اهلا وسهلا بكم اعزائنا المشاهدين، مشاهدي قناتنا قناه ابطال وبطولات. طبعا ابطال افريقيا النهارده الاهلي كان في مباراه صعبه امام سيمبا التنزاني في ارضه في افتتاح البطوله السوبر الافريقي الجديده. مباراه ولا اروع. الاهلي ضيع للاسف 3 أو 4 اهداف مؤكدين الشوط الاول، وكهربا ضيع كوره في الشوط الثاني. يعني كهربا لوحده مضيع معاه لا يقل عن 3 اهداف، وتاو ضيع 2، وصلاح محسن ضيع واحده، وحسين الشحات اتصرف مش عارف ب ار2 يعني مش عايز يحط حاجه للناس اللي حواليه. وهدفين ولا اغرب. هدف منهم ماركه محمد عبد المنعم، كرة اوفر من الكورنر معلعوبه في الجون، كل خط الظهر الاهلي بيتفرج عليها، الباكات كلهم واقفين يبصوا لبعض. وكان الجول الهدف الاول مرفوعه بالونيه بتلعب بالطول والعرض جوه ال 18، محدش عرضها اصلا وقال لها انت رايحه فين وجايه منين. هدفين اسباب استهتار دفاعي وعدم تمركز صحيح يتسببوا في دخول هدفين في الاهلي في اول ربع ساعه الشوط الثاني. بس الحمد لله رب العالمين ان احنا لمينا الدنيا بدري، وكهربا جاب هدف التعادل و2-2، ويجي الكهربا بعدها يضيع انفراد، وبعدها صلاح محسن ياخد كوره يحطها في العارضه، هي كان فيها اوسايد بس صلاح برضه حطها في العارضه، واللي بعدها انفراد حسين الشحات. المفروض يعني في وجهه نظري المتواضعه كان المفروض حسين الشحات وقف لحظه، خلى الكوره سبقته واستنى منه الثرو، يحط له الثرو كان هو الشبكه، كان حسين الشحات يخلص فيها، لكن هو صلاح طمع فيها وجري لوحده حطها، والباك قطع عليه، شاطها جت في رجل الباك وطلعت. والحمد لله على كل شيء، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. 2-2 نستفيد من المباراه ديت ان كبير دبيس عمل مباراه قويه جدا، ورضا سليم عمل مباراه ولا اروع. ان شاء الله في العوده بقى هيكون معلول وامام ورضا سليم على وينج واحد، ان شاء الله هيخلوا سيمبا يعني يكلموا نفسهم. وان شاء الله حسين يلعب الناحيه الثانيه مع تاو، ويكون وراهم برضو وديانج يكون فاتح وفاهم الدنيا ماشيه ازاي، يقدر يعوض ان شاء الله. بس المفروض ان كوكا يريح الشوط هو او قفشه، واحد منهم لامام ومروان عطيه. المفروض مروان عطيه وامام وديانج هم اللي يبتدوا الماتش في العوده ان شاء الله، طبعا مع معلول ان شاء الله. يعني احنا مش هنقدر نتكلم في خلاص، هو اللي فات مات زي ما بيقولوا، خلاص المباراه انتهت على كده والحمد لله. بس نقدر نقول لازم نستفيد من اخطائنا. وجود واحد زي امام عاشور مهم جدا في الوينج الشمال، بيضم على رضا سليم اللي كان بيلعب لوحده، كان بيستني سلوهات وكور تطلع من قفشه او من كهربا، كانوا بيدعموه وبيشغلوه وراح باكتر من كوره. الحمد لله الراجل يعني بصراحه كان هو اللي شايل الشوط الاولاني، ومع ذلك الشوط الاولاني كان لو كوره مشيت كهربا ضيع كورتين، وتاو ضيع كوره، ورضا سليم ضاع منه وفي ضربه جزاء صحيحه مليون في الميه ما اتحسبتش، دي لوحدها اصلا كانت هتغير المباراه. يعني انا كانت قادره انها تغير نتيجه المباراه فعلا، لان كان الشوط الاولاني الاهلي كان هيحط 1 و2 وراه ان شاء الله. حتى بعد الكوره ما اتحسبتش، لعيبه الاهلي حصل لها زي تراخي، فقد امل، حاجه كده، خدوا يجي 5 دقايق كده الكوره مش عايزه تمشي معاهم، حاسين ان اتظلموا، يعني هم مظلومين على ارض الملعب، وده قدام الناس كلها ان في ظلم في الملعب. ما علينا، احنا هنتكلم في الجديد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الماتش العوده يوم الثلاث هيكون هم بقى اللي هيجوا لنا هنا، ويكون امام موجود ومعلول موجود ان شاء الله، مروان موجود. حتى شفنا مروان اول ما اللعيب نازل بيجري. نكمل الجزء الثاني من الفيديو. شفنا مروان لما قطع على اللعيب وخد منه الكوره بكل سهوله، ان مروان عنده حته قطع الكوره والتحكم فيها دي ما شاء الله عاليه جدا اكتر من كوكا. فانا اعتقد ان كوكا لما هيبقى الماتش العوده ممكن كوكا هيريح ويلعب امام ومروان وديانج، هيبقوا جامدين جدا. يعني هيبقى مع كمان مع رضا ومعلول وهاني وتاو، هيبقى ما شاء الله عليه ممتازين ويعني ايه هينوروا في المكان دوت ان شاء الله. او ممكن حسين يلعب مكان تاو، وتاو يريح شويه يلعب الشوط الثاني، وينزل مثلا احمد عبد القادر مكان رضا، ممكن دي متاحه برضه، ويكون ربنا سهل مود استخف وقام بالسلامه، ويعني يقدر يعني ايه يكمل المباراه مع كهربا. لان صلاح انا شايف ان صلاح محسن يعني كان بيأنن في الكوره اللي جات له. يعني صلاح محسن خد كورتين، واحده لو كان حطها لحسين ثرو كان بقت انفراد هو الشبكه، والثانيه خدها وجري بيها وما عملش بيها حاجه، يعني جري بيها وفي الاخر طلع بلا فايده. فاحنا ان شاء الله منتظرين ان شاء الله ماتش عوده ان شاء الله، كلها 3 4 ايام بكتير، يوم الثلاث ان شاء الله.
هيكون زئير الجماهير في الاستاد ان شاء الله، هو ده اللي هيقدر يخلص كل حاجه باذن الله تعالى. كان معاكم احمد زيكو في حلقه جديده وفيديو جديد على ابطال وبطولات. السلام عليكم.